واحد طلب من ست انه يزني معاها وهي فعلا وافقت، بس عملت حاجه غريبه جدا ما كانتش تخطر على باله، ويرجعوا يقولوا لك الرجاله عينها زايغه. طب هو فعلا الرجاله عينها زايغه، وخصوصا الرجاله المتجوزه؟ زمان زي ما كلنا عارفين ان الشعر كان هو لغه العصر، يعني تقدر تقول كده ان الشعر زمان كان زي الاعلام دلوقتي او المهرجانات مثلا. المهم كان في شاعر مشهور جدا وكان اي قصيده يكتبها تطلع ترند، وكل اهل المدينه او البلد اللي هم عايشين فيها يفضلوا يرددوها لحد ما تنتشر وتخرج كمان بره المدينه او البلد اللي هو عايش فيها. فكان بيستغل الموهبه دي في الايقاع بالنساء. اي واحده تعجبه كان يطلبها في الحرام ويطلب منها علاقه غير شرعيه. لو وافقت تمام، ما وافقتش كان يكتب فيها قصيده يهجوها فيها، يعني يشتمها ويسيء ليها ويوصفها باوصاف قبيحه في القصيده دي. وطبعا هو اي قصيده كان بيكتبها كانت بتنتشر وبتبقى ترند، فبالتالي القصيده اللي بتهجو الست دي بتنتشر وبتبقى ترند، واهل البلد كلهم بيفضلوا يرددوها ويفضلوا يوصفوا الست دي بالاوصاف اللي مش كويسه اللي موجوده في القصيده. وفي يوم عجبته واحده وطلب منها علاقه محرمه، فخافت توافق تقع في الحرام، وخافت ترفض يكتب فيها قصيده يهجوها فيها وتنتشر واهل البلد كلهم يفضلوا يرددوها ويفضلوا يشتموها. فعملت حيله ذكيه جدا تخرج بيها من الموقف ده. قالت له تمام انا موافقه بس بشرط، هنتقابل في المكان الفلاني اللي انا هحدده وتكون مطفي النور عشان انا بتكسف. قال لها موافق. فاختارت الست دي مكان يكون بعيد عن المدينه في وسط اراضي زراعيه، مكان ضلمه كحل محدش هيعرف يشوف فيه حاجه، وفي نفس الوقت راحت لزوجة الشاعر وحكت لها اللي حصل ما بينها وبين جوزها، وقالت لها جوزك عاوز يعمل معايا علاقة محرمة وانا وافقت وقلت له هنتقابل في المكان الفلاني وتكون مطفي النور، فروحي له انت، وهو كده كده مش هيشوفك ومش هيقدر يفرق بينك وبيني لان النور هيكون مطفي. وبالفعل لما الميعاد جه راح الراجل للمكان اللي اتفقوا عليه ولقي الست هناك، وبعد ما خلص وعمل اللي عمله بيفتح النور لقى الست اللي كانت معاه كانت مراته. طبعا اتصدم من اللي حصل وقال لها جمله هي اللي انا عامل عشانها الفيديو ده. قال لها ما احلاكي في الحرام وما اقبحك في الحلال. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ الحاجه بتبقى هي نفس الحاجه بنفس المواصفات، بس لو حلال الشيطان هيكرهك فيها لحد ما تنفر منها، انما لو حرام الشيطان هيحليها في عينك ويزينها لك ويخليك تتمناها كمان. دي ست ودي ست، بس عشان دي حلال مراتك الشيطان مش هيزينها في عينك زي دي الحرام. ودي من مداخل الشيطان وحيله الخبيثه اللي بيعملها معانا عشان يوقعنا في الحرام. الواحد تبقى مراته حلوه وجميله ومحترمه وكل الناس بتحلف باخلاقها وبجمالها، وتلاقيه ماشي مع واحده شبهه واخده بشله في وشها ومعمول لها جنحتين ومحضر عدم تعرض وصوت شخيرها وهي نايمه صح اللي في الدور السابع، ومع ذلك تلاقيه حبوب ولزوز معاها وبيصرف عليها ببزغ وفي منتهى الرقه والرومانسيه معاها ومسميها على الموبايل بشله قلبي، وتلاقي كل اللي حواليه مستغربين. يا ابني يا سيد يا حبيبي مراتك احلى منها واجمل منها وارق منها وبنت ناس مش سوابق ومراتك حلالك، وتلاقيه هو لا هو دماغه جايه مع دي، يقول لك انا احب العشوائيه، احب الحرمه الخشنه. لا يا سيد انت مش بتحب العشوائيه يا حبيبي ولا الحرمه الخشنه، محدش بيحب القرف ده. انت الشيطان محليلك دي ومزينها في عينك، مش عارف عملها ازاي دي بصراحه، بس انت الشيطان محليلك دي ومزينها لك عشان تقع في الحرام. لو زوجتك مريضه او عندها تقصير علاجه صعب اتجوز، بس ما تسمحش للشيطان انه يزين لك الحرام ويوقعك فيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا اقبلت في صورة شيطان، فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته يعمل ايه؟ الكلمتين بقى اللي احنا عايزينهم من الحديث جايين اهم، فليأتي اهله فان الذي معها مثل الذي معها. اللي عندي دي فهمت؟ اتمنى تكون فهمت. طيب لو ست محترمة وبنت ناس ومؤدبة وجميلة ورقيقة وفيها كل الصفات الحلوه بس مع ذلك جوزها عينه زايغه، تعمل ايه؟ هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله الفيديو الجاي، وهقول لك ازاي تعرفي جوزك عينه زايغه ولا لا، ولو جوزك عينه زايغه تتصرفي معاه ازاي، وهقول لك لو انت عينك زايغه يا بيه تعمل ايه. فاشترك في القناه واعمل متابعه للصفحه لو انت على الفيسبوك عشان الفيديو الجاي يوصل لك، واعمل شير عشان الفيديو ده يوصل لغيرك، يمكن غيرك يسمعه ويستفيد ويحافظ على بيته وعلى مراته وعلى اسرته. وبس كده يا سيدي، تحياتي هشام مصطفى والسلام عليكم ورحمه الله.